إذا مشاهدينا تعرفنا على أفضل لاعب في أوروبا كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد. إذا تفوق على منافسيه جيجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس وأيضا ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني في برشلونة الإسباني. أيضا شاهدنا 8 مجموعات في دوري أبطال أوروبا، قرعة نارية في بعض المجموعات خاصة المجموعة الثانية والثالثة والرابعة والثامنة. إذا سنستعرض الآن المجموعات الثمانية التي أفرزتها قرعة دوري أبطال. المجموعة الأولى ستكون فيها بنفيكا، مانشستر يونايتد، بازل السويسري وتسيسكا موسكو الروسي. المجموعة الثانية ضمت بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان، أندرلخت وسلتيك الاسكتلندي. المجموعة الثالثة تشيلسي الإنجليزية، أتلتيكو مدريد الإسباني، روما الإيطالي وكاراباخ الأذري. في المجموعة الرابعة مواجهة نارية جديدة بين يوفنتوس وبرشلونة مع أولمبياكوس اليوناني وسبورتينغ البرتغالي. المجموعة الخامسة متوازنة، سبارتاك موسكو، إشبيليا، ليفربول وماريبور سلوفيني. أما المجموعة السادسة فأوقعت فرق شختار دونيتسك، مانشستر سيتي، نابولي وفاينورد. أما المجموعة السابعة فضمت موناكو، بورتو، بشكتاش التركي ولايبزيغ الألماني. والمجموعة الثامنة والأخيرة ريال مدريد الإسباني، بروسيا دورتموند، توتنهام هوتسبير وأبويل نيقوسيا القبرصي. مجموعة الثامنة مجموعة قوية جدا. إذا كابتن طارق، يعني تابعنا في البداية نتحدث عن جائزة أفضل لاعب. قبل أن نبدأ أن نستعرض المجموعات ونتحدث عنها، كريستيانو رونالدو قبل القرعة تحدثنا أنه يعني يستحق هذه الجائزة. صحيح، يستحق الجائزة أفضل مهاجم منطقية في أوروبا وأحسن لاعب. أعتقد أنه يستحق. كان يعني لاعب هام جدا في تشامبيونز ليج، سجل أهداف هامة، سجل 10 أهداف من دور ربع النهائي إلى النهائي. كان حاسم، دوره حاسم حتى في الدوري، قدم مستوى جيد، لعب تقريبا 25 28 مباراة، ولهذا أعتقد يستحق أن يكون أفضل لاعب في أوروبا. كابتن وائل، نجوم ريال مدريد يستحوذون على الجوائز، سيرخيو راموس أفضل مدافع، أفضل لاعب وسط لوكا مودريتش، وأفضل هداف كريستيانو، وأفضل لاعب في أوروبا كريستيانو أيضا. أكيد الأداء الفريق الموسم اللي فات كان متميز في كل شيء. يحيى حصوله على 5 ألقاب في الموسم اللي فات دليل للكلام ده، وأداء اللاعبين حتى التطور كبير جدا في أدائهم جميعا، يعني نص الملعب، دفاع، هجوم، كل اللاعبين أدوا وظهروا بشكل